مع الأسف اللي دا نشوفه إنه المطرة البارحة صحيح كانت مطرة بإعصار ومطرة قوية، ولكن مو لدرجة إنه المدينة كلها تغرق. يعني البنية التحتية الموجودة، أنا دائما أقول هاي المجمعات السكنية داخل مدينة بغداد أثرت على مدينة بغداد. يعني هاي المجمعات ما مسكونة 100%، باكر عقبة من تنسكن 100%. وهاي المجمعات تشارك المناطق السكنية البنى التحتية مالتها، المجاري، المي، الكهرباء، الخدمات كلها. فهذا راح يأثر بعد أكثر، صدقني المشكلة راح تكون بالمستقبل أكثر. فنتأمل أنه الحكومة بيد من حديد، إذا نحكي على مدينة بغداد، أمانة بغداد بيد من حديد، أنه المجاري لازم كل فترة، هذا مو اختصاصي بصراحة، بس إذا أفكر بالموضوع لازم كل فترة تتنظف، لازم كل فترة يتم إدامة إليه. مو أنه أكو مشاريع وخلص تنهمل. إنه فيضان داخل مدينة بغداد يعني بشكل عالي جدا، اكو سيارات انطفت، اكو ناس يعني انقطعوا. وحتى سمعت انه بوابات الخضراء، بعض البوابات كانت مغلقة بالكامل، لانه المي، نسبة المي بالشوارع كانت صاعدة جدا.